بنخص المرأة هتكون بتتكلم عن تأخر الإنجاب. كلنا عارفين ان كل زوجين في بداية حياتهم الزوجية اكيد اول ما بيبحثوا عن الحمل، او لانه حدث جميل في حياتهم ان يكون في بيبي، يكون في حياة جديدة. طبعا لما بيتأخر شهر واثنين وثلاثة ما زلنا في مجتمعنا المصري اللي بيبتدي يسأل ليه تأخر الإنجاب قبل ما تمر سنة. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا عن تأخر الإنجاب وازاي نتعامل مع كلمة تأخر الإنجاب. هل هي عقم أم تأخر إنجابي؟ كل ده هنعرفه من خلال لقائنا مع أستاذ دكتور كامل البدري، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى أحمد ماهر التعليمي وزميل الكلية الملكية لندن. أهلا بيك يا دكتور معانا. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور. يعني قبل ما اقول بقى ان في مجتمعنا بنبحث دايما عن الحمل، وان في مقتبل اي حياه زوجيه الحما والام نفسها بتسال ها حامل ولا مش حامل. قبل ما اسال على كل الاسئله دي عايز اعرف امتى نطلق مسمى تاخر الانجاب؟ هو اولا مسمى تاخر الانجاب ده مسمى حديث دلوقتي بديل عن كلمه عقم. والسبب يعني هو هو قبل كده كان يقول عقم على اساس ان كانت حالات كتيره صعب علاجها، خصوصا لما يكون ميل فاكتور، يعني الزوج هو عنده مشكله في الحملات المنويه وكده. دلوقتي مع العلم الحديث اصبح اغلب الحالات قابله للعلاج، فعلى هذا الاساس بقينا نسميها تاخر انجاب بدل كلمه عقم. على اساس كلمه عقم الناس بتعتبرها خلاص ده نهايه المكان، السيده عاقر ما بتخلفش خلاص. لا، ده كلام حديث دلوقتي ان هو تأخر إنجاب لأن أي حالة تبقى قابلة مبدئيا للعلاج. بس حضرتك قلت إن كان زمان المسمى، يعني المسمى هو واحد ولكن اختلف حسب الوقت والزمن. طبعا. ولكن امتى السيدة يعني تعرف داخلين إن ده تأخر إنجاب وليس عقم؟ يعني عقم دي كلمة سيئة جدا، هو معناه إن مش هيكون في إنجاب مدى الحياة. لكن امتى تعرف الفرق؟ أنا أعرف الفرق. زي ما قلت ما بقيناش نقول عقم، بقينا بنقول تأخر إنجاب. امتى تعتبر نفسها متأخرة في الإنجاب؟ لما يعدي سنة في وجود علاقة زوجية طبيعية ومفيش حمل. بعد السنة دي ممكن تفكر بقى ليه ما حصلش إنجاب. واحنا ما بننصحش انها تعمل اي حاجة وخصوصا عمليات او اي حاجة الا بعد سنة. في خلال الشهور الاولى بيبقى ممكن تتأخر شهر، تتأخر 2، تتأخر 6، ده شيء عادي جدا. فعلى هذا الاساس المتفق عليه ننتظر سنة. بعد السنة السيدة ممكن تبحث تحاول تعرف ايه الاسباب. فهو الاجابة على سؤال حضرتك هو سنة. نديها سنة. دكتور كامل، بالنسبة لتأخر الإنجاب هل ليه أسباب؟ يعني أنا أعتقد إن ليه أسباب متعددة. ممكن حضرتك تذكر لنا اللي هنقدر نتكلم فيه النهاردة؟ في عدة أسباب، هم مش كتير قوي المعروفين. يعني السبب الأول يكون في ميل فاكتور، اللي هو الزوج فيه مشكلة في الحيوانات المنوية، عددها أو حركتها، أو في حيوانات منوية ميتة كتير أو ضعيفة الحركة. ده أول أو أحد الأسباب، يعني ده حوالي 30% من الحالات، التلت يعني. السبب الثاني يكون في مشكلة في التبويض عند السيدة، يعني ممكن تجي لها الدورة منتظمة أو غير منتظمة، لكن التبويض غير منتظم. ودي منتشرة جدا عند السيدات اللي عندهم ما يسمى بوليسيستيك اوفريز أو تكيسات المبيضين. ده السبب الثاني، ودول حوالي 15-20% من الحالات. السبب الثالث يكون في انسداد في انابيب فالوب. الانابيب اللي هي في اتنين انبوبه، كل واحده عندها 2 انبوبه. لو في حاله انسداد واحده ممكن السيده تنجب. ممكن واحده بس تنجب. فانابيب فالوب دي اللي هي بتوصل البويضه من المبيض الى داخل الرحم. وفي الانبوبه دي بيحصل الاخصاب، يعني الحيوان المنوي بيوصل الى الانبوبه دي ويعمل اخصاب للبويضه فيحصل الحمل. فلو في انسداد او في اي مرض في هذه الانابيب يبقى تاخر انجاب او عقم او تاخر انجاب. خلينا نرجع في الكلمه دي. ودول 15% من الحالات. في حالات اسمها اندومتريوزيس او بطانه الرحم المهاجره، ودي تعتبر يعني مرض العصر، على اساس دي بتظهر في سن الثلاثينات وتبقى موجوده اخطر في اللي هم تاخروا في الزواج. فده برضو سبب تاني اسمه كتير يا دكتور. دي اسباب الاورام يا دكتور ليها علاقه بتاخر الانجاب ولا في حاجه اسمها الورم الليفي في الرحم. الورم الليفي ده ممكن يكون له علاقه اكتر في الاجهاض المبكر او اولاد
الطفل قبل الميعاد. ولكن برضو له دور ان هو يمنع الانجاب اذا كان الورم الليفي واصل الى بطانة الرحم. بطانة الرحم دي المكان اللي هو الجنين بيلتصق فيه ويبتدي يكبر. فلو الورم الليفي اللي موجود في جدار الرحم وصل الى تجويف الرحم فممكن يمنع الانجاب. دكتور كامل، في اتصال تليفوني. الو. ايوه. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي دكتور كامل معاكي، اتفضلي يا فندم. انا عمري 35 سنه، متزوجه من حوالي 6 اشهر. ايوه. بس بالنسبه للسن قلقانه من السن، فعايزه اعرف اعمل ايه عشان اقطع الانجاب. حضرتك جوزك موجود معاكي ومش طيب في 6 شهور ما حصلش حمل؟ لا. طيب احنا لسه كنا بنقول لازم يعدي سنه، بس بالنسبه لسن حضرتك انا مقدر طبعا، فممكن تعملي الفحوصات الاوليه اللي هي ما فيهاش عمليات ولا حاجه. اول فحص لازم يتعمل هو تحليل السائل المنوي للزوج. على اساس ده سهل جدا بيتعمل، وبنقدر نعرف هل الزوج له فيه مشكله ولا لا. الحاجات التانية اللي ممكن تتعمل برضو حاجات بسيطة، اللي هي تعملي موجات صوتية على الرحم والمبيضين عشان نتعرف هل في أي مشكلة في المبيضين، تكيسات مثلا أو أي حاجة. الحاجة الثالثة اللي تعمليها تحليل هرمونات عشان نعرف المبيضين عندك بيشتغلوا كويس وفيهم طبيعي. دي تتعمل بسيط، ما فيهاش فيها تدخل جراحي أو غيره. الخطوة اللي بعد كده بنعمل اختبار عشان نعرف الأنابيب عندك مسدودة ولا لا، بس أنا عادة بأجل دي شوية لأنها يعني فيها تدخل شوية، فببتدي بالثلاث حاجات اللي قلت لحضرتك عليها. شكرا ليك يا فندم. في أي أسئلة تانية يا فندم؟ شكرا. دكتور كامل، يمكن هاخد من كلام المتصل حضرتك، يمكن قلت لها أنا مقدر سنك. إمتى السن يقلق الطبيب؟ فوق 35. على أساس هو من 35 ل 40 الابحاث اثبتت ان الخصوبه او القدره على الانجاب بتبتدي تقل بالتدريج، وخصوصا لما تصل سن 40 وتكمل سن ال 40 بعد ال 40 فبتبقى حالات الحمل او النجاح اقل بكتير من السن الاصغر. فانا مقدر هي ليه بتقول كده 35. فعلى الاساس هنستنى السنه برضو، بس مش لازم نستنى قوي، يعني ال6 شهور دول كفيل. نعمل شويه التحاليل البسيطه دي، ممكن نكتشف حاجه وممكن نطلع مفيش حاجه خالص. وممكن تاخد علاجات بسيطه زي تنشيط مبيضين وكده. لكن تدخل جراحي او تدخل عمليات كبيره انا افضل يكون بعد سنه. بعد سنه ان شاء الله، ربنا يكرمها. ومعانا اتصال تليفوني مره ثانيه. الو. الو، صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اتواصل مع الدكتور؟ اتفضلي دكتور كامل معاكي، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، المفروض بقالي 8 سنين. ايوه. ما حصلش اي حمل خالص، كان الاول ما كانش عندي اي مشكله في خلال ال8 سنين. ايوه. كان بس جوزي عنده الحركه راسه شويه. العدد كان 230 مليون، طلع الحركه راسه كده، وده الحمد لله الحركه اتحسنت. طيب كويس. عملت محاولة حقن متهيألي السنة اللي فاتت. ايوه. لكن تحصل ما حصلش نصيب. جيت اعملها تاني يا دكتور، عملت جيت دكتور عملتها دكتور ثاني، جيت اتجهز عملنا منظار رحمي ما شافش اي حاجة. عملت الاشعة المهبلية دي اكتر من مرة، ما بانش اورام فيها خالص. قبل ما فيش اسبوع الدكتور لا اورام لسه في الطنط الرحم من جوه. المهم يا دكتور عملت اشعه في مركز كبير، مركز اشعه، الدكتور لقى ورمين، واحد في قلب الطنط الرحم وواحد بره. الدكتور قال لازم فتح بقى. فعملت العمليه يوم السبت اللي فات يا دكتور، الدكتور استخرج لي 3 اورام اللي فيها من البطن. فانا عايزه اعمل العمليه تاني، مش عارفه بقى اقعد، انا الوقت بطني مفتوح، مش عارفه العمليه بعد قد ايه يا دكتور، وهل يكون الورم اللي في دي هو اللي كان مؤثر في حكايه الحمل؟ السنة دي ما حصلش أي حمل خالص. هو حضرتك عندك كام سنة دلوقتي؟ 28. 8. انت متجوزة بدري بقى؟ متجوزة عندي 20 سنة أو 19 سنة. هو لو ورم تحليل الهرمونات، وعملت مسحة على عنق الرحم، وعملت منظار رحمي، وعملت كل اللي حضرتك تتوقعه عملت، وما بانش ورم لسه خالص. والورم لسه كان 2 سم في 2 سم.
بس حضرتك عملت عمليه خلاص قريب وشالوا الورم الليفي؟ طيب الحمد لله. بس يعني ارد تاني اعمل ورم الليفي واعمل العمليه بعد قد ايه من العمليه؟ طيب هجاوب لحضرتك. شكرا ليكي يا فندم. شكرا ليكي. اتفضلي يا دكتور. هو الورم الليفي زي ما قلت لو هو واصل الى بطانه الرحم ممكن يمنع الحمل. فاتمنى تكون العمليه اللي هي عملتها عمليه ناجحه، يعني الاورام اللي فيها كلها اتشالت، وخصوصا اللي واصل الى بطانه الرحم. امتى تعمل العمليه؟ لازم لها راحه على الاقل مثلا 3 شهور ولا حاجه قبل ما تخش في عمليه الاطفال الانابيب تاني. لان لازم في فتره نقاهه. الفتره قد ايه يا دكتور؟ بتتراوح ما بين قد ايه؟ انا بقول 3 شهور تقريبا. 3 شهور. من بدايه من ساعه ما عملت العمليه يعني. وهيتعمل لها الفحوصات تاني اللي هي نتاكد ان هرموناتها سليمه او يعني في المعدل الطبيعي، وموجات صوتيه، يعني هيتعمل لها الحاجات البسيطه تاني. وممكن تعمل عمليه الحقن مجهري، وان شاء الله المره دي يكون في نجاح على اساس ان الورم الليفي اللي هو اغلب الظن كان متسبب في المشكله اتشال، فنسبه نجاحها ان شاء الله تكون احسن المره دي. دكتور كامل، طب بالنسبه لاستكمالا لكلامها، نسبه يعني العمليه دي ممكن تتكرر مره واثنين وثلاثه؟ ممكن. يعني لحد كم مره يعني؟ احنا بنتكلم دلوقتي على عمليه اطفال الانابيب، مش كده؟ مش عمليه الورم الليفي. لا انا بتكلم على اطفال الانابيب. بالنسبه لها ان هي خلاص تخلصت من مشكلتها فاقبلت على عمليه اطفال الانابيب، لو حصل وكان في نسبه فشل هل ممكن تكررها مره ثانيه؟ بنتكرر. ومفيش حد اقصى، يعني عاده بنقول 3 مرات، بس طبعا مفيش حد اقصى. يعني اعرف ناس كتير عملوا رابع مره 5 مرات، فمفيش حد اقصى. ولكن لازم كل مره يحصل ريفيو، يعني نتابع الموقف، نحاول نعرف ليه تم الفشل. يعني كل مره يا دكتور كامل بيكون في سبب؟ لا، في اوقات كتيره ولا احيانا بتكون يعني هي في اوقات كتيره ما نعرفش. في اوقات كتيره ما نقدرش نعرف يعني. بالتأكيد. اوقات كتيره بنستخرج البويضات وتتحقن بالحملات المنويه ويكون في اجنه، والاجنه درجه اولى كويسه او درجه ايه، وترجع الاجنه وما يحصلش حمل. فاوقات كتيره ما نقدرش نعرف ليه. تمام. عموما الحقن المجهري او اطفال الانابيب ده مش موضوعنا النهارده، ولكن اتفضل. هو لازم، لا هو له علاقه، لان احنا بنتكلم على تاخر الانجاب، فله علاقه كبيره بموضوعنا النهارده طبعا. احنا كنا هنتكلم بقى من ضمن الاسباب المؤديه لتاخر الانجاب اعتقد الحاله النفسيه. هل يا دكتور دي بالنسبه للطبيب لما بيجي يتناقش مع السيده اللي بتطلب الحمل او بتتمنى حصولها على الحدث السعيد، هل بيتناقش معاها ويسال عن حالتها النفسيه؟ يعني هي بتفكر ازاي، في حاجه مضايقاها؟ موضوع التاخر نفسه ممكن يكون مع فتره التفكير فيه. بصي حضرتك، الحاله النفسيه طبعا مهمه جدا جدا. وعلشان كده في انجلترا كل مراكز اطفال الانابيب اللي اشتغلت فيها لازم علشان ياخدوا ترخيص بعمل اطفال انابيب وحقن مجهري لابد ان الوحده يكون فيها اخصائيه اجتماعيه ودارسه في علم علم النفس علشان تتعامل مع المريضات، وكلهم لازم يعرض عليهم هل تحب تشوف الاخصائيه النفسيه ولا لا، خصوصا اذا عملت عمليه وفشلت. عاده بنحدد لها ميعاد انها تشوف الاخصائيه النفسيه وتتكلم معاها. فالاجابه على سؤال حضرتك طبعا العامل النفسي مهم جدا جدا. واكيد دكتور كان مش تقدر تتخلص منه في بدايه الحياه الزوجيه، لان زي ما قلنا ان احنا بنفضل نسال الحمل امتى، قدامه قد ايه، هي لسه مش حامل ليه، فاكيد مش هتقدر انها تتخلص من الحاله النفسيه. الحاله النفسيه مهمه جدا جدا. والحاله المرحله التعليميه برضو، الست المتعلمه الثقافه. الست المثقفه المتعلمه بتلاقي برضو حالتها الى حد ما قادره تتحكم في نفسها اكتر من هم اقل ثقافه وفي الارياف وكده يعني، لان في الارياف الموضوع ده طبعا يعني شديد الحساسيه وشديد الاهميه. اكيد. وانا بيجي لي كتير قوي من الارياف، والحاله النفسيه فعلا بتعاني يا دكتور كامل واضح. لا بيعاني طبعا، يعني الى حد الاقناع ده مهم. دكتور في اتصال تليفوني معانا. الو صباح الخير يا فندم. اتفضلي دكتور كامل معاك. الو. ايوه يا فندم معاك. دكتور انا كنت بستعمل حبوب ايوه. بطلتها من شهر 3. ايوه. ومن يوميها من شهر 3 الدورة نزلت مرتين. وبعدين حضرتك نزلت اخر مرة كانت 2/7. ايوه. 2/8 ما جاتش، بس عملت تحليل اختبار
حمل بالدم. ايوه. دلوقتي مش حمل. طيب. وعملت لي برضه سونار لكن مفيش حمل. بس اعطتني الحقن اللي هي 3 حقن اللي هي بتنزل دورة الحقن الجاف. ايوه. بس وما جتش برضه. ده يكون ايه يعني؟ انت عايز طبعا كشف وفحص عشان نعرف الدورة عندك متأخرة ليه. هو عندك كام سنة الأول؟ 21. طب كويس، صغيرة. وما حصلش حمل قبل كده خالص؟ لا انا مخلفة 2. مخلفة 2 وكنت بتستعملي أقراص منع الحمل؟ ومن بعد ما وقفتيها من شهر 3 ما حصلش حمل؟ طيب خلاص هجاوب حضرتك سؤال. شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. ده بنسميه عقم او تاخر انجاب ثانوي. يعني خلفت قبل كده وبعدين بتحاول لا كمان سنها صغير قوي وسنها صغير قوي. هي طبعا اكيد شاكه في ان اقراص منع الحمل هي السبب. فانا عايز اقول لها ان لا، يعني اغلب الظن اقراص منع الحمل مش السبب. لان لم يثبت ان اقراص منع الحمل بتاخر الانجاب ابدا. يعني بعد ما توقفها يعني. فهي محتاجه نبتدي الموضوع من اوله. الزوج يعمل تحليل السائل المنوي وهي نعمل لها اختبار هرمونات وتعمل موجات صوتيه علشان نعرف او نحاول نعرف ليه الدوره ما جاتش. في اوقات كتيره بنلاقي كيس على المبيض بيكون متسبب في ان الدوره متاخره. فدي ال3 حاجات اللي هتعملهم: تحليل سائل منوي للزوج، هرمونات ليها، وموجات صوتيه. وبعد كده في اغلب الحالات نقدر نعرف ليه الدوره متاخره. دكتور كامل في اتصال مرة تانية. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور كامل معاكي يا فندم. لو سمحتي يا دكتور، انا متجوزة بقالي دلوقتي اعتقد 2 كده. ايوه. واول ما دخلت بشهرين حصل لي حمل. طب كويس. وبعد كده سقطت في شهر واحد. لقيت دكتور صدري حضر مرة واحدة. ايوه. وبنزل لبن كده. ده الكلام ده بعد ما سقطتي مش كده؟ ايوه بعد ما سقطت. انت سقطتي في الشهر الكام؟ شهر واحد بس. وبعد كده يا دكتور بعد شهور حصل لي حمل تاني. طب كويس. بس بعد ما تشرب برضه من اللبن برضه. ويا دكتور اتعالجت من اللبن وحملت برضه. اما بعد ما حصل لي الحمل في 3 شهور قام الدكتور قال لي لازم ينزل. ليه بقى؟ قال لي يا دكتور الكيس فاضي. انا مش عارفه يعني ايه الكيس فاضي. ومش عارفه يا دكتور انا، واللبن ده تعبني خالص. ومره حللته لقيته 95 ومره حللته لقيت 52. الدكتور قال لي لازم تعملي اشعه على المخ. قمت رحت عملت اشعه على المخ، قال لي مش حاجه في المخ خالص، كله حاجه حلوه. طيب يبقى انت حاليا كده محتاجه اقراص معينه علشان تقلل هرمون اللبن في جسمك. الاقراص اللي هي يا دكتور اسمها الدوكسنت. في غيرها كمان، مش دي بس، في كذا نوع. انا اخدت يا دكتور علبتين. ايوه. ولقيت اللبن حللت تاني لقيته 1 من 10 مفيش خالص. طب كويس. طيب يا دكتور انا رحت دلوقتي للدكتور قال لي ما ينفعش ان هو يبقى مفيش خالص، لازم اصل هو ليه دي برضو حاجات يعني ايه ممكن يحصل بها حمل وكده. شوفي حضرتك ما تركزيش بس على هرمون اللبن. انت محتاجه فحص شامل عشان نشوف الحكايه ايه. انا شفت كل حاجه يا دكتور، كله كويس وجوزي كويس وكل حاجه، ما اعرفش اعمل ايه في اللبن ده، هو اللي تعبني. ما خلاص ما تخلصي من موضوع اللبن لدرجه ان هرمون اللبن نقص خالص يعني كده كويس؟ كده كويس. طب لو سمحت يا دكتور عايزاك بس تعرفني والنبي الكيس الفاضي، الكيس ده فاضي ليه؟ ده صعب ان احنا نقول لك هو فاضي ليه. الكيس الفاضي ده انا من جوزي يا دكتور، من جوزي. ما نقدرش نعرف والله من ايه. هو ده نوع من انواع الاجهاض. يعني انت عايز تعرفي السبب في ان كان في حمل والكيس طلع فاضي، مين السبب فيه؟ هل الزوجه ام الزوج؟ حابه تعرفي كده. ايوه انا عايز اعرف بس دي من جوزي ولا مني انا؟ بس انا جوزي حمل لا نفسه كويس. شكرا ليكي يا فندم، شكرا ليكي. اتفضل يا دكتور كامل. شكرا. هي عايزه تعرف ايه السبب في الكيس الفاضي ده. بيحصل كتير يا دكتور، بنتفاجئ ان السيده حامل ده بنسميه بلايتد اوفم، يعني كيس الحمل موجود بالسونار شايفينه، لكن عباره عن ايه؟ عباره عن ميه بس جوه الكيس، لكن الجنين نفسه مش موجود. لكن ليه اسباب يا دكتور؟ صعبه. ده نوع من انواع الاجهاض، واخد بال حضرتك؟ فهي المفروض تسمي نفسها انها حصل لها اجهاض وخلاص. صعب قوي ان احنا نعرف ليه
حصل. وبعدين عاده لما بيحصل ما بيحصلش تاني، يعني مش من نوع المتكرر يعني. لكن هي مش سبب فيه يعني، ولا الزوج سبب ما رئيسي؟ ما نقدرش نقول هي ولا هو. فهي انا عايز اطمنها انها تسميها اجهاض، وهتجرب تاني، وان شاء الله المره الجايه يحصل حمل باذن الله. مش معنى ان ده حصل مره ان هو هيحصل كل مره. فحالات الاجهاض بالذات انا انصح ان هم يعني ما تقفش عند المحطه دي كتير، لان الاجهاض ده منتشر جدا جدا. حوالي ممكن نوصل ل 50% من السيدات الحوامل بيحصل لهم اجهاض. فبما انه منتشر قوي قوي كده، حتى الكليه الملكيه في لندن بتنصح ان احنا ما نعملش فحوصات ولا اي حاجه للي حصل لها اجهاض مره ولا حتى مرتين. لو حصل 3 مرات ورا بعض في الحاله دي بنبتدي نعمل فحوصات الاجهاض. فانا مش عايزها توقف كتير قوي قدام محطه الاجهاض اللي حصل لها، وتتفائل خير، وان شاء الله الحمل اللي جاي هيكون احسن باذن الله. دكتور كامل في اتصال مره ثانيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور كامل معاكي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عايز اسال، هو البوليسيستيك ده بيظهر بعد الزواج ولا قبل الزواج؟ وعايز اعرف برضو ان انا يعني المنسس بتجيلي متاخر، يعني اكثر من 10 ايام، يعني مثلا جات لي يوم 20 بتيجي يوم 30. فهل ده ليه علاقه بالحاجه دي ولا لا؟ بس عايز اعرف برضو هي بتظهر قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ بتظهر قبل وبتظهر بعد. عندك كم سنه الاول؟ 19. والدوره بتتاخر 10 ايام بس. هل حصل انها اتاخرت شهرين 3؟ لا ما حصلش كده خالص، بتاخر يعني مثلا 20 الشهر اللي بعديه تجيلي يوم 30. طيب وحد قال لك انك انت عندك تكيسات على المبيضين البوليسيستيك؟ لا ما حدش قال لي خالص، بس انا يعني انا ما عنديش غير العرض ده بس، يعني مثلا اضطراب في هرمونات الذكوره، او عندي كمان هير في الفيس، ولا اي عرض من اعراض البوليسيستيك. طيب انت دكتوره ولا صيدلانيه ولا حاجه؟ لا انا في مدرسه تمريض. اهلا وسهلا. طيب هجاوب لحضرتك على السؤال حاضر. شكرا ليكي يا فندم. هي بتسأل على البوليسيستيك اوفرز اللي هو تكيسات المبيضين، وده منتشر جدا خصوصا في السن الصغير زيها. هي بتسأل بيجي قبل ولا بعد الجواز؟ هو ممكن يكون موجود قبل الجواز ويظهر اكتر بعد. هو يعني ملوش علاقه بالزواج، يعني ممكن تكون بيجي لي بنات مش متزوجات دوره بتتاخر عندهم كتير، بنعمل لهم فحص بنلاقي عندهم تكيسات على المبيضين. وفي بيجي لنا بعد الزواج عشان الحمل اتاخر ونلاقي عندهم تكيسات على المبيضين. فبيظهر قبل او بعد، الاجابه بيظهر قبل وبيظهر بعد. يعني ملوش علاقه يعني مش الجواز هو اللي بيجيبه او الجواز، هو بس يمكن الجواز بيظهره لما السيده تتزوج وتحصل تاخر في الانجاب، يبتدوا يروحوا يدوروا يلاقوا ان في تكيسات على المبيضين. ده علاقه الزواج بالموضوع، ممكن يكون موجود قبل الزواج. عشان السن الصغير معظمه بيخاف يروح لطبيب امراض النساء، او يعني مش منتشره قوي. هي مش منتشره قوي، بس انا بيجي لي كتير. بيجي لي بنات كتير بتيجي مع مامتها دايما. الدوره بتتاخر باستمرار يعني. تكيسات المبيضين لو هي موجوده قبل الزواج، يعني الست لسه ما بتفكرش في حمل قبل الزواج، علاجه علاج هرمونات. بنديها يا اما راس منع حمل، يا اما نديها فيه هرمونات بتنظم الدوره على اساس انها تيجي كل شهر مظبوط. على اساس ان اللي هي غير متزوجه مش عايزه حاجه تحصل لها غير ان الدوره تيجي منتظمه وخلاص. بعد الزواج بقى، وخصوصا مع تاخر الانجاب، الموضوع بيتغير. العلاج بيتغير. العلاج بندي في اقراص معينه بتساعد على التبويض، لان تكيسات المبيضين دي معناها ان التبويض غير منتظم، يعني ممكن شهر واثنين وثلاثه ما بيحصلش تبويض. فبنساعدها بان احنا ندي حاجه تساعد على التبويض، تنشيط المبيضين. وبتتابع بقى مع الطبيب، وحالات كتير قوي بس نديها تنشيط المبيضين يحصل لهم حمل. فهو موضوع منتشر كتير قوي، ما بيخوفش، يعني ما بيؤديش الى امراض خطيره ولا حاجه. علاجه يا اما لو قبل الجواز هرمونات علشان تنظيم، يا اما بعد الجواز بندي حاجه تساعد على تنشيط المبيضين علشان التبويض يحصل والحمل يحصل. دكتور كامل، غالبا ما بنسمع او بنتابع ان معظم الفتيات في سن يعني الزواج المبكر، هم عايزه اقول ان مش بعد ال 35 لا الاقل، بنجد ان من اسباب تاخر الانجاب هو لبس، زي ما بيقال، مش عارفين المعلومه دي سليمه ولا لا، الملابس الضيقه، ممكن نقول الوجبات السريعه اللي هي الفاست فود. هل الكلام ده كلام فعلا سليم؟ هل الوجبات السريعه او الملابس اللي بتكون ضيقه ليها علاقه وثيقه بتاخر الانجاب؟
هي الملابس الضيقه بتضر الراجل اكتر من الست. على اساس الملابس الضيقه او الغير قطنيه في الجو الحر بيخلي الخصيتين درجه حرارتهم عاليه جدا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الخصيتين خارج الجسم علشان تكون درجه الحراره اقل من درجه حراره الجسم. فلما يلبس ملابس ضيقه او يبقى عايش في جو حر باستمرار، او ملابس غير قطنيه اللي هي بتزود درجه الحراره، فبالتالي بيتاثر على الخصيتين ويحصل تغيير في الحيوانات المنويه، يا اما تغيير في العدد يا اما تغيير في الحركه. فالملابس الضيقه بتاثر على الرجال اكتر. بالنسبه للفاست فود والاكل الغير الصحي ده بيأثر على الرجال ويأثر يا دكتور يعني بيؤدي لسمنه، والفاست فود بيؤدي لسمنه لكلا الطرفين، طبعا الرجل والسيده. فبيأثر للاثنين على الاثنين الفاست فود. فدايما احنا بننصح طبعا بالاكل اللي هو الهيلثي فود، الخضروات والفاكهه وعصير والعصائر بتبقى هي، والاكل اللي هو قليل السكر طبعا. كل دي حاجه نمنع السمنه، وبالتالي يعني دي صحه انجابيه عامه، في فرص اكتر كمان. طبعا دكتور، يعني الامراض اللي بتصيب عنق الرحم هل ايضا لها علاقه بتاخر الانجاب؟ هو نتكلم على العيوب الخلقيه بتاعه الرحم عموما. عنق الرحم مشكلته هو لو في اتساع زياده عن اللزوم ممكن يعمل اجهاض مبكر، وهو ده اللي بنعمل فيه عمليه ربط علشان عنق الرحم لما نربطه الحمل يكمل. لكن في حاجات اهم من كده اللي هي عيوب الخلقيه في نفسه، زي مثلا يكون في سبتم او في حاجز في الرحم من جوه، ده بيأخر الانجاب وممكن يعمل اذا حصل انجاب يحصل اجهاض مبكر وممكن يحصل ولاده قبل الميعاد. فده علاجه ان احنا بنعمل منظار رحمي والسبتم ده او الحاجز ده يتشال. في انواع من الرحم اللي هو الرحم اللي هو ذو قرنين، ده عيب خلقي ان الرحم لما بيتكون اثناء فتره نمو الجنين عند الام المفروض بيتكون من جزئين بيلتصقوا ببعض. ففي بعض الاحيان الجزئين ما بيلتصقوش ببعض التصاق كامل، فيطلع عندنا رحم ذو القرنين او يطلع عندنا رحمين صغيرين جنب بعض. بالتالي ده ممكن يؤدي طبعا يؤدي الى الاجهاض المبكر، يؤدي الى ولاده قبل الميعاد. ففي عيوب خلقيه موجوده، هي الحمد لله ما هيش كتير، تعتبر حالات نادره ولكن بنشوفها. نسبتها كام يا دكتور؟ يعني اقل من 5%. اقل مش نسبه. دكتور كامل، في اتصال تليفوني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي دكتور كامل، معاكي. يا دكتور لو سمحت، انا كان بقالي 6 سنين ما خلفتش وكده والحمد لله. طيب ممكن حضرتك تعلي الصوت شويه؟ ماشي. الحمد لله ربنا كرمني بعد 5 سنين. ايوه معاك يا فندم. كويس. بقول لحضرتك ربنا كرمني بعد 5 سنين، وبعد كده يعني ايه خلفت وده. ايوه. وبعدين الدكتور قال لي ما تاخديش اي وسيله. ايوه. فدلوقتي بنتي عندها 2 سنين. ايوه. وبعدين فاطمها من شهر 3 وبعدين ما حصلش حمل. فمش عارفه الدكتور قال لي ما تاخديش وسيله على اساس ان بيبقى في حمل عزيز. فانا عايزه اعرف يعني ده حقيقي ولا ايه؟ انت عايزه تحملي تاني ولا ايه؟ طيب هو اكيد ما تاخديش وسيله على اساس انك انت قعدت 5 سنين لك ما تحملي. فعلى اساس يعني معتقد ان الحمل هيبقى صعب عليك شويه. طب انت حملتي ازاي؟ يعني خدت علاج ايه؟ هو يعني علاج هرمونات. يعني ما عملتيش عمليه ولا حاجه؟ لا كنت عامله صبغه والحمد لله طلعت كويسه، بس فتحليل هرمونات يعني. بس انا بعد يعني الخلفه وكده لاحظت ان لما جيني الدوره يعني من شهرين بقت قليله. بتقعد يومين بس، ممكن الثالث بتقطع وبتأدي كده. طيب يعني حضرتك عايزه تعرفي ليه الحمل ما حصلش؟ وتعملي ايه عشان الحمل يحصل، صح؟ لا لسه في لبس صدري يعني ايه ضعيف يعني. حاضر. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. اتفضلي يا دكتور. يعني هو هنعملها لها تاخر انجاب ثانوي برضو على اساس انها حملت وولدت بعد 5 سنين. اذا عندها مشكله ما، احتمال يكون مشكله تبويض. فهي مطلوب انها برضو تبتدي من اول السطر تعمل هرمونات،
تحليل الهرمونات ده يكون شامل تحليل هرمون اللبن، وتعمل موجات صوتيه عشان يشوف في تكيسات على المبيضين ولا لا، ونشوف في اي مشكله في الرحم. والزوج يعمل تحليل سائل منوي تاني. هترد هي عليا وناس كتير هيردوا عليا، طب ما خلاص هو خلف، واخد بال حضرتك؟ يعمل تحليل ليه؟ ارد عليها واقول لها لان السائل المنوي اتغير، ممكن كان كويس ساعه الحمل اللي هي حملت فيه، لكن دلوقتي اتغير، ضعف مثلا او قل في العدد، فالسائل المنوي لازم يتعمل من اول حاجه. وبعدين بلاش حكايه ان هو خلف يبقى ما يعملش تحليل، خلفت بس هنعمل لها تحاليل برضه. فهي مفروض دلوقتي تحليل هرمونات ويكون شامل هرمون اللبن، موجات صوتيه على الحوض عشان يشوف المبيضين والرحم، والزوج يعمل تحليل. وبعد كده في حاجات تانية ممكن تنضاف، بس هم دول اول 3 حاجات نعملهم. ولو في اي حاجه تتعالج، يعني لو في تاخر في التبويض عندها بتاخد منشطات للتبويض. اذا الزوج كان في عنده مشكله ممكن ياخد علاج لتحسين السائل المنوي. واذا كان في اي مشكله في الرحم نفسه بيتعالج على حسب سبب الحاله يعني. ايه دكتور، في اتصال مره ثانيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضل دكتور كامل معاك يا فندم. ازيك يا دكتور كامل؟ اهلا وسهلا. يا دكتور، اسباب ضعف بطانه الرحم رغم انه المدام بتاخد ضعف بطانه الرحم، بتاخد تنشيطات وبتطلع بويضات كويسه، بس الرحم ما بيزيدش، البطانه ما بتزيدش عن 5 ونص، احيانا 4 واحيانا 6. ايه اسباب الضعف بتاع بطانه الرحم يعني؟ حاضر اجاوب. هي عامله هرمونات والهرمونات كويسه بتاعتها. والتبويض منتظم وكل حاجه. لا، التبويض كان منتظم قبل ما عملت عمليه زايده. وبعد ما عملت عمليه الزايده اتلخبطت الدنيا عندها، فبتمشي على علاجات اللي هي الدايره، اللي هي السايكلو، وبتاخد منع الحمل احيانا. بس يا دكتور. في اي اسئله ثانيه يا فندم؟ لا لو الدكتور عايز تفسر مني عن حاجه مفيش مشكله، لو خلاص اكيد بس. لا انا عايز بس اسال حضرتك، المدام عندها كام سنه؟ 21 سنه. طيب وما خلفتش لسه قبل كده؟ لا لسه، هي متجوزين بقالنا سنه. بقالكوا سنه. خدت تنشيط مبيضين مش كده؟ خدت تنشيط مره، بدات تنشيط في اليوم التاسع، خدت كميه كبيره 4 حقن في اليوم. ما خدتش الاقراص دايما بتبتدي بالاقراص الاول. ما جابتش نتيجه، اللي هي الفلوميد ما جابتش نتيجه. لكن خدت حقن. فطلعت عدد بويضات كتير، بس البطانه كانت 6 الا ربع. وبعد كده خدت منع الحمل لانها عملت لها زي يعني تنشيط زياده، الدكتوره ما رضتش تديها تفجير، ففضلت شويه ادتها بعد كده الدايره، وبعد كده منع الحمل، وفضلنا فتره على الدايره، وبعد كده بدات ثاني تنشيط ادتها 7 حقن من اليوم الاول. ظهرت بويضه وصلت لل 18. ادتها تفجير، راحت تشوف البويضه، لقيتها لا بقت 30. فقالت لها ده لخبطت هرمونات عندك. والبطانه كانت 4 يوم ما كانت البويضه 18. وبعد كده لما البويضه كبرت وبقت كيس بقى، فنزلت البطانه بقت 3 ونص. مش عارفين يا دكتور ضعف بطانه الرحم هل بيتحسن مع تحسن التبويض ولا هو حاجه ثابته؟ طيب هجاوب لحضرتك على السؤال. تسلم يا دكتور، ربنا يخليك. شكرا ليك يا فندم. هو بنلاحظ ان بطانه الرحم بتبقى مع علاج التبويض، وبطانه الرحم بتبقى رفيعه، بنلاحظها مع الاقراص اللي هي كنت بتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الاقراص اللي بتعمل التبويض. الاقراص دي عيبها ان هي علشان تعمل تبويض بتخلي نسبه هرمون الاستروجين في الجسم قليل. فهي اسمها انتي استروجينيك، يعني بتدي انطباع الجسم ان الهرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي اللي بيزود بطانه الرحم بتقلله، فبالتالي الجسم الغده النخاميه بيطلع هرمون اكتر الاف اس اتش عشان يعمل تبويض. فانا عايز اقول ان اذا كانت بطانه الرحم كانت رفيعه دايما وهي بتاخد الاقراص دي، فده شيء عادي مع الاقراص دي، لان هي الاقراص دي بتقلل هرمون الاستروجين. لكن هو ذكر ان هي خدت حقن برضو، ومع ذلك بطانه الرحم لسه رفيعه، وده شيء يعني. دكتور، هي بطانه الرحم لو كانت رفيعه او سميكه دي ممكن تؤثر على الحمل؟ هو احنا المفروض تكون في اثناء فتره التبويض تكون 8 مللي او اكتر، علشان لو كانت اقل ممكن تؤخر الحمل. لو كانت اقل ممكن تؤخر الحمل، بس انا مسجل حالات كتيره، وانا عملت ريسيرش كتير في انجلترا على حالات حملت على 6 مللي، يعني برضو مش عايز
يوقف كتير قوي هو او الدكتور المعالج على نقطه ان بطانه الرحم يعني عايزين نقول له كمان وارد يحصل حمل والبطانه تكون اقل من المعدل الطبيعي، يعني ده مش ده الموضوع الاساسي. مش ده الموضوع الاساسي. فانا عايز اطمنه ان يعني ما يقفش كتير قوي قصاد بطانه الرحم دي، ركز اكتر على ان في تبويض ولا ما فيش، في بويض ولا ما فيش، ومتابعه التبويض المفروض تكون متابعه اكثر دقه من اللي بيحصل دلوقتي، لان اللي هو قال ان البويضه او كيس البويضه وصل ل 30، ما هو ما ينفعش يوصل ل 30 لو انا بتابع كويس. انا لو مديها حقن لازم اديها لها على قد سنها، ما اديهاش حقن كتير عشان ما يطلعش بويضات كتير، واديها الجرعه المناسبه لانها يا دوبك تطلع بويضه او 2 بالكتير، ان اكتر من كده ممكن يحصل لها حمل متعدد، يعني 2 أو 3. فاللي انا ملاحظه ان متابعه التبويض عندها غير منتظمه قوي، بدليل ان هي الكيس وصل ل 30 وهو المفروض ما يوصلش ل 30 لو احنا بنعمل التبويض دائري. طيب دكتور كامل، ازاي تتابعها متابعه منتظمه او بشكل جيد؟ يعني تعمل ايه؟ يعني يبقى طبيب متخصص في هذا الموضوع. ما هو في اطباء بيعملوا متابعه تبويض وهم غير متخصصين في هذا المجال يعني. فلازم يكون حد متخصص في هذا المجال ويعمل متابعه تبويض بالموجات الصوتيه، وممكن نعمل برضه بتحليل هرمونات في اثناء فتره اللي هي قبل التبويض، علشان نعرف الهرمون وصل ليفل معين ولا لا، والكيس اللي هو اللي فيه البويضه بيكون حجمه ما بين 18 ل 23 او 24، ما يزيدش عن كده، وبعدين تاخد حقنه التفجير. لو مشيت بتبويض منتظم بدقه اكتر من كده هيحصل لها تبويض. حكايه ان بطانه الرحم مش 6 او بتاع، انا لو عندي وبعمل لها تبويض وشايف ان البويضات شكلها كويس وهيحصل تبويض كويس، مش ههتم ان هو يكون اقل من 6 او اكتر من 6 او 8، هعمل لها وربنا يسهل ويحصل الحمل ان شاء الله. دكتور كامل، في اتصال معانا مره ثانيه. الو صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي دكتور كامل معاكي. الو. ايوه يا دكتور لو سمحت، انا متجوزه من سنه وشهرين. ايوه. وبعدين ما حصلش حمل خالص، وجوزي عمل تحليل كويس وكده، وبعدين انا عملت اشعه صبغه طلعت كويسه. وبعدين فانا عايزه اعمل التحاليل اللي هي FSH وكده. ايوه. وانا هاخد الشهر ده حقنه تفجير بعد كام يوم. فانا عايزه اعرف هو ممكن اعمل التحاليل عادي في الدوره الجايه وما تاثرش الحقنه على الحمل ولا لا؟ المفروض ما تاثرش، انك انت هتعمل التحاليل دي في اليوم الثاني للدوره الجديده. طيب لو ما حصلش حمل البروجيست؟ نعم. انا باخد البروجيست من اليوم ال15. انت بتاخديه لغايه تشوف الدوره هتيجي ولا مش هتيجي. لو الدوره دي بتوقفي صح؟ باخده 10 ايام. انا البروجيست باخده 10 ايام. هو ستيل ينفع تعملي هرمون الاف اس اتش وال اتش في اليوم الثاني للدوره، او لو حبيتي يعني يبقى دقيق جدا، يعني انك تاخد شهر فري من غير ما تاخدي اي علاج خالص، واليوم الثاني للدوره الجديده هو ده اللي تعملي فيه الهرمونات. طيب كده جاوبت السؤال. شكرا ليكي يا فندم. شكرا ليكي دكتور كامل. ما زلنا بنتكلم في موضوعنا المهم جدا، وهو يمكن اتصالاتنا مرتبطه ارتباط كلي وجزئي بهذا الموضوع اللي هو تاخر الانجاب. يمكن اتصالاتنا في نطاق موضوعنا. عايزين نتكلم بقى عن الغده الدرقيه وعلاقتها بتاخر الانجاب. الغده الدرقيه اللي هي الغده اللي هنا. الغده الدرقيه دي لو هرمون الغده الدرقيه اللي هو الثيروكسين قليل او زياده عن اللزوم، في الحالتين بيأثر على الانجاب والدوره الشهريه. فلازم يكون الغده الدرقيه طبيعي. يعني في علامات معينه او اعراض ممكن تشعر بها السيده من قبل ما تعرف من عدم وجود الحمل ان هي في غده درقيه او في مؤشرات؟ الغده الدرقيه ممكن ما تبقاش حاسه بحاجه خالص، وبعدين نعمل لها تحليل نلاقي اما في قله نشاط او زياده نشاط، او بتبقى هي حاسه بخمول شديد ونوم شديد ويعني كده كسل عموما يعني. ده يدل على ان احتمال تكون الغده الدرقيه غير نشيطه او يعني اقل من المعدل الطبيعي. والعكس؟ العكس بقى لو هي عندها يعني حركه زايده وبتتعب من الحر وضربات القلب او النبض عندها سريع، وخصوصا لو في حاسه ان
ان في زي ورم كده هنا في رقبتها، ده اغلب الظن بيكون. هنتكلم كمان ده بنخص بيه السيده الحامل اللي ممكن تكون منتظره حمل وما بيحصلش وهي بتعاني من غده درقيه. ما انا قلت هي دي العلامات، هي دي العلامات، يا اما علامات ان الغده الدرقيه غير نشيطه بما فيه الكفايه، يا اما اوفر نشيطه زياده عن اللزوم. فهي دي العلامات. ولكن اي واحده ما كانت اقل من معدلها او زياده، اقل او زياده بيأثر على الدوره الشهريه، بيأثر على التبويض، وممكن يأخر في الحمل. يعني ما تنتظرش حمل ولا ممكن يحصل حمل ولكن مع الحفاظ؟ لما نيجي بنتكلم في الحاجات دي دايما بنتكلم على نسب. كويس. يعني زي مثلا يعني لما اقول التدخين بيأثر على الحمل. كويس. الزوج اللي بيدخن، معظم المدخنات بيحاول لا يبقى اسمع كلام كتير. طب ما فلانه بتدخن وولدت عيل كويس. ما هو دي بتبقى حالات يا دكتور، يعني بتبقى حالات نسب. معروف مثلا ان التدخين بيؤدي الى سرطان في الرئه مثلا. كويس. بس مش كل المدخنين بيجي لهم سرطان في الرئه، بس نسبه عاليه منهم بيجي لهم سرطان في الرئه. فاحنا بنتكلم على نسب. فهرمون الغده الدرقيه واطي او هرمون الغده الدرقيه عالي. كويس. بيأخر الانجاب بس مش معنى كده انه بيمنع خالص. ممكن تبقى هرمون الغده الدرقيه واطي والست تحمل، ممكن هرمون الغده الدرقيه عالي والست تحمل، كلها نسب. واخد بال حضرتك؟ النسبه الاكثر ايه؟ ان نسبه تاخر الانجاب بتبقى عاليه في الغده الدرقيه واطيه او الغده الدرقيه عاليه. بتبقى نسبه. واخد بال حضرتك؟ لكن في ناس بتحمل سواء كده او كده. الغده الدرقيه برضو عشان اطمنهم، اي حد اتاخر عند الانجاب عموما في وسط هرمونات اللي احنا بنطلبها FSH والH ما ينساش الغده الدرقيه. بنطلب الغده الدرقيه لانها كويسه خلاص. المعالج بيطلبها طبيعي. اي دكتور في اللي هو بيبتدي يعالج واحده او بيبتدي يعمل فحوصات لواحده اوليه ليه في تاخير في الدوره او ليه في تاخير في الانجاب، من ضمن الهرمونات تحليل الهرمون الغده الدرقيه. دكتور كامل تليفوني. الو يبدو ان اتصال فصل. كنا عايزين نتكلم عن هرمون اللبن والسمنه، هل ايضا ليهم علاقه بتاخر الانجاب؟ هرمون اللبن حاجه والسمنه حاجه. اكيد، ما هم موضوعين مختلفين. هرمون اللبن بيأخر التبويض، فبالتالي بيأخر الانجاب. هرمون اللبن مش شرط ان هو يزيد بس احنا شفنا اتصال تليفوني من شويه. ايوه. افتكر ان كان معظم الوقت عن هرمون اللبن زايد، وحضرتك قلت لها مش موضوعنا، يعني مش حاجه مهمه قوي. لا هو قال مش حاجه مهمه لانه قال خلاص يعني نبتدي. هو قال خلاص لان خدت علاج. ما هو كمان لما راحت وهو قال الدكاتره قالوا لها لا المفروض يزيد شويه، فهي انا كنت عايزه اقول طب تعمل ايه؟ ما هي خدت علاج كتير فلازم يقل قوي. ما هو العلاج ده يقف لما هرمون اللبن يبقى طبيعي خلاص. في بيفضلوا ياخدوه. هي اللي كانت اتصلت بقى قليل قوي، فكانت يظهر فضلت تاخد فتره طويله. لكن هو بيؤثر يا دكتور في حاله ارتفاعه بس، وارتفاعه كمان كتير يعني ممكن يمنع التبويض، فبالتالي بيأخر الحمل. دكتور كان الارتفاع في اسباب اللي هي لما يكون ارتفاع بسيط كده بيبقى في عده اسباب. في ادويه معينه بتزود هرمون اللبن. في واحده مثلا ولدت او اجهضت، فطبيعي هرمون اللبن بيزيد في جسمها اثناء الحمل او اثناء الاجهاض او يعني اثناء الحمل وبعدين لما بعد الاجهاض او بعد الولاده بيفضل عالي ما بينقص، فبالتالي بيأخر التبويض وبيأخر الحمل اللي بعده. ف خصوصا الاجهضه دي بتبقى منتظر ان انا عايزه تحمل ثانيه بسرعه، فممكن يحصل لها تاخير لو هرمون اللبن عالي. يبقى هرمون اللبن بيزيد في حالات الحمل ادويه معينه او بيزيد في حالات مرضيه. عشان كده لما تكون بتجي لي العياده في حاله تاخر انجاب، من ضمن الاسئله اللي بسالها للمريضه انت مريضه باي حاجه؟ بتاخدي اي ادويه حاليا؟ عملتي عمليات قبل كده؟ هي في وسط الاسئله. لا بتكلم عن النقطه دي بالذات على اساس ان هي ممكن تقول لي انا باخد الدواء المعين ده مثلا بتاع الضغط مثلا اسمه كذا وده بيرفع هرمون اللبن، او انا باخد كذا وده انا عارف ان هو بيرفع هرمون اللبن. فمن ضمن الاسئله لازم نسال بتاخد عن هرمون اللبن. طيب احنا هنتكلم عن السمنه وعن تكيس المريض بعد استقبالنا اتصال تليفوني. الو. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اللي اتصلت بخصوص بطانه الرحم الدكتور، بس كنت عايزه يجاوبني. بس عايز تكمل سؤال الدكتور كامل؟ هل البطانه بتتحسن دكتور مع الوقت ومع العلاجات؟ ومعلش يا دكتور انا سالت عليه. والهرمون
هرمون الاي 2 عندها 20 و8 من 10. فهل البطانه بتتحسن مع تحسن التبويض ومع الوقت ولا هي ثابته؟ انا اسمع ان هي بتتغير كل شهر، بتنزل مع الطرف تطلع بطانه جديده. لازم تتغير. والسمك يعني مش كل شهر هيبقى زي اللي قبله. وكل ما يكون التبويض كويس ومعناه ان هرمون الاي 2 او الاستروجين ده عالي كويس، فبالتالي بطانه الرحم بتبقى سميكه، السمك المناسب للحمل. كويسه يا دكتور؟ لا شويه. طيب هل ممكن في تعويضات ممكن تاخد الهرمون؟ بنجرب الراس اللي هي البيضه. البيضه علشان تزود بطانه الرحم. ربنا يخليك. تحت امر حضرتك. شكرا ليك. دكتور، كنا بنتكلم عن الغده الدرقيه وعن هرمون اللبن. باقي السمنه عموما بتأثر على الطاقه. حالات كثيره جدا وده عمل بحث عليها. بتأخر التبويض، البوليسيستيك اوفريز اللي هم تكيسات المبيضين. لسه مش عارف مين اللي حصل الاول، هل السمنه بتؤدي الى تكيسات المبيضين بتؤدي السمنه الفرخه الاول ولا البيضه الاول، مش عارفين. لكن تكيسات المبيضين، مرض تكيسات المبيضين اللي بنشوفه، انا هقول لحضرتك تكيسات المبيضين بتكون عباره عن مرض اللي هو بوليسيستيك اوفري سندروم، بيكون عباره عن اللي بيقولوا عليها تزميل بوليسيستيك، بيكون في تكيسات على المبيضين واضحين عن كل مبيض اكثر بالموجات الصوتيه. بيكون هرمونات بتاعتها الاف اس اتش والال اتش وضع معين، يكون ال اتش ضعف او 3 اضعاف هرمون الاف اس اتش، وبيكون على ده كده اوقات بيطلع، وبعضهم الصوت بيبقى فيه خشونه شويه، ان هرمون التستوستيرون هرمون الذكوره بيزيد عندهم. جزء كبير منهم بيكونوا عندهم سمنه، المنظر اللي هو بتاع بوليسيستيك اوفري سيندروم. ومع ذلك في ناس عندهم تكيسات على المبيضين ورفيع. برضه بتكلم على النسبة، يعني مش مرتبط، هو مرتبط بالسمنه بنتكلم اهو، ولكن في نسب واخد بالك ازاي؟ النسبه اكتر اللي مع السمنه بيكون في تكيسات مبيض. لا، وعشان مش معنى كده ان كل واحده سمينه هيكون عندها تكيسات مبيضين، كده ان كل واحده عندها تكيسات مبيضين. لا، حضرتك قلتي فدي في ناس بيغلطوا بيقولوا دهن كتير، لا، عباره عن دهون. الدهون موجود في جسم ده، لكن التكيسات عباره عن مبيض عادي تيجي البويضه اللي هي ما تخرج بتتجمع واحده جنب الثانيه كل شهر، فبيبقى منظرهم اسمه تكيسات المبيضين. لكن سهل علاجها يا دكتور؟ انا اقول لحضرتك من احد علاجات تكيسات المبيضين خصوصا عشان يعني مجرد انها تخس ده لوحده فيه انه يحصل من غير تنشيط، يعني مثبتات كتيره جدا. اكيد. فانصح لو واحده عندها سمنه وعايزه تخلف قبل حتى ما تروح لدكتور او اي حاجه دايت. والدايت سهل، اللي هو الاكل عن السكريات، عن السمين والدهن، وتاكل روات وفاكهه، تشرب ميه كتير، ويبقى عندها نشاط وتتحرك كتير علشان تحرق الدهون. وفي راس بتتاخد اللي هي كوفاج، والكوفاج برضه بيتاخد برضه عشان يساعد في الدهون بتاعتها. وعليكم السلام ورحمه الله. مع الدكتور. بالنسبه للغده الدرقيه، أيوة. انا عاملاه من سنه، من 2011 التي اس اتش 32%، والفريتي فور معدتي وجعت، طلبها مني في شهر 19 فتي اس اتش
انا اسفه يا دكتور 60% والفري ريت 3 مثلا تي اس سي. مش عارفه يا دكتور، هو دكتور يقول في زياده مصر انا مش عارفه انا لازم كده. هل يا دكتور هو انا اصدق التحليلين معمولين في اكبر معمل هنا في الدقهليه؟ انا مش عارفه بقى تي اس اتش في دكتور زياده مصر بتاع 60% وسريت 6 و96. الدكتور الثاني عشان معمل ثانيه يا دكتور وطلعت زياده نقص ما خلفتش. هل يا دكتور كده اعمل تحليل ثاني ولا اصدق التحليل انه بالظبط مش عارفه مظبوط؟ ايه في يعني لا يا انا ليا سؤال كان الدكتور بس اسال لو سمحت هو ايه ممكن تلعب ثاني الاورام الليفيه؟ اتفضل. على حسب، بس بتاخد سنه 2 3 تاخد وقت يعني.